بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ معانا النهاردة المطبخ اسهل الوصفات، طريقة عمل كيكة بسيطة جدا وسهلة، وهنعمل منها صينية حاجة حلوة كده زي التورتاية، بسيطة وسهلة برضو. معانا هنا المقادير بتاعة الكيكة. هنعمل كيلو دقيق وعليه كيلو سكر وكوباية زيت وكوباية عصير برتقان واربع بيضات وكوباية زبادي كبيرة. حطينا هنا كيلو السكر وكوباية الزبادي الكبيرة وعليهم معلقة لبن بودر، ونزلنا بالاربع بيضات، كل حاجة على بعضها اهوت. وده العصير حطيناه، وبعدين هنحط الفانيليا. هيفضل معانا الزيت كوباية والعصير كوباية والزبادي اللي هو اللبن الرايب ده كوباية، والدقيق كيلو والسكر كيلو. وهننزل بكل المقادير على بعضها، وبعد كده هنقلبها كلها لحد ما تمتزج كويس ويدينا قوام سايل كده. يعني طبعا السكر مش مضروب، مش ناعم ولا حاجة، عادي. بعد كده هنحط البودر، 3 اكياس بودر على الكيلو دقيق. يعني النص كيلو بحط عليه 1.5. لو عايز تعمليه نص كيلو اسم المقادير. حطينا البودر والدقيق، وطبعا حطينا ذرة ملح، ونقلب كده القوام نشوفه عامل ايه. طبعا تقيلة، هنحط لها شوية مية سخنة بتغلي، بتدي العجينة قوام ناعم وجميلة جدا. هو لو احتاجت تاني هنزود برضو اهو بالطريقة ديت. هتعوز كمان شوية، نديها كمان شوية ونقلب لحد ما تدينا القوام اللي هو مظبوط، اللي هي جبس خالص ولا سايلة خالص. قسمت العجينة نصين، هعمل نص بالكاكاو ونص ابيض اهو. هقلبها طبعا في البولة، فضيت العجينة هنا وهنا عشان اقسمها يعني. وهنجيب الصواني اللي هنعمل فيها، ندهنها كده بالزيت او بالزبدة او بالسمنة زي ما انتوا عايزين. هننزل بالعجينة، شوية من البيضة، وبعدين نحط شوية من الكاكاو لحد ما نكمل العجينة للآخر اهو بالطريقة دي. ننزل بالبيضة وبعدين البني او العكس. بس لما بحط الارضية بيضة بعرف منها اللي هي استوت احمرت ازاي، عشان مش بيبان في البني قوي يعني اهو بالطريقة ديت. وبعد كده باجي بظهر سكينة او حاجة واعمل لها خطوط زي ايه، اطلعها زي رخام كده اهوت. بس كده، وده شكلها. هعمل كمان واحدة، هحط الابيض تحت وبعدين بني اهوت. اي شكل عشوائي كده، هي في الاخر بتطلع مرخمة من جوه، القطعة بتبقى بيضة في بني كده، بتكون شكلها جميل وطعمها كمان بالطريقة دي. وهنزل بشوية من العجينة البيضة اهوت. وبس هسيبها بالشكل ده، مش هعمل فيها اي حاجة. واخر واحدة اللي هنعملها احنا تورتاية بسيطة كده، هجيب السرفيس ده واعمل فيه البريكس ده اهو. هنزل بالعجينة البيضة كلها، دي اخر كمية. الكيلو عمالي 3 صواني بس، ما شاء الله يعني حجمهم كويس يعني اهو. هنزل باللي هي الشوكولاتة كلها، واقلبها اي تقليبة كده ايه، تديني بس منظر بسيط كده. هي كده كده مش هتظهر، لان احنا هنحط عليها حاجات تانية. ما شاء الله بعد ما دخلتها الفرن على الرف المتوسط وخدت اللون ده، قعدت في الفرن تلت ساعة اهو. طبعا هي لسه سخنة خالص. بنعرف من حرافها ان هي احمرت من الحراف كده. وبعد كده بنديها، لو عايزة تولع عليها الشواية يعني ثانية كده بتولعيها اهو بالشكل ده. ما شاء الله ممتازة جدا، وطريقتها سهلة خالص. يعني ما عملناش حاجة بمضرب ولا في الخلاط ولا حاجة، كله يدوي على ايدينا بالمضرب اللي هو العادي اليدوي كده. وعملناها وما شاء الله شايفين النتيجة، وقوامها وهشة جدا. ودي اللي هنعملها ايه، تورتايه. هنيجي فيها كده بالسكينة ونعمل فيها خروم كتيرة كده، يعني نفضل نحط السكينة فيها كده لحد ما تتخرم كلها. وهنا عندي صوص عملته بكيس فراولة من الفريزر
طلعته وعملت بيه الصوص ده. لو ما عندكيش مش عارفه تعملي مثلا الصوص، ممكن تجيبي معلقتين مربى وتحطي عليهم نص كوبايه ميه على النار وتسيبهم ياخدوا غلوه، وهيدوكي نفس الصوص ده برضو اهو بالطريقه ديت. وهسيبها تتشرب. هي هتشرب كل الصوص ده طبعا، لا هي لسه سخنه اصلا وهتشرب الصوص كله. وبعد كده هجيب الكريمه العاديه، كريمه كريمه اللي هي شانتيه. هعملها برضو بالمضرب عادي، مجهزاها قبل كده، بس بعد ما اوريكم قوام الكيكه اهوت. ما شاء الله، شايفين قد ايه هشه وجميله بالزيت، عاملينها بالزيت مش بسمنه، خفيفه. واربع بيضات على الكيلو، يعني مش مكلفه ولا اي حاجه. ونتيجتها جميله جدا، شكلها ما شاء الله يفتح النفس. وهي كمان طعمها جميل جدا. هنا بعد ما الكيكه بتاعتنا شربت الصوص اهوت، هنيجي ننزل عليها بالكريمه ونعمل لها طبقه تانية كده اهو. ده كيس كريمه وعملناه بالمضرب اليدوي برضو، مش لازم مضرب كهرباء ولا اي حاجه اهو. هفردها على وشها. يبقى كده معانا طبقة من الكيكة وطبقة من الصوص، برضو بيعمل برضو طعم جميل. هندخلها بس التلاجة شوية، وبعد كده نطلعها عشان نحط عليها اخر طبقة بالطريقة ديت. بس بنديها شكل متساوي من فوق، ببل سباتولا مية وامشيها عليها كده، مية بسيطة يعني، ببلها وانفضها تاني. بس بمسحها وادخلها التلاجة، اسيب الكريمة بتاعتها تشد بس شوية، وبعدين اطلعها عشان اكمل الطبقة الأخيرة. هنا بعد ما طلعتها من التلاجة اهوت. وده كيس شوكولاتة اللي هو بنباع عادي في المحل، شوكولاتة خام او قطعة شوكولاتة خام على حمام مية، مية سخنة اكيد انتوا عارفينه. وبتسيحوها كده وبتنزلوا على الوش على طول بتاع الكيكة اهوت. وزينيها بأي حاجة انت عايزاها، سوداني، جوز الهند، شوكولاتة، زي ما انا هزينها. الموجود والمتاح اعملوا بيه. انا كان عندي كيس شوكولاته في الفريزر، طلعته وكسرته كده عشان احطه على وشها باي شكل عشوائي يعني. هكسره كده وبعدين انزل بقطعه منه على وش ال الجاتو او التورته او اللي تسموها زي ما تحبوا. هي حاجه كده سهله وسريعه بس جميله وهتعجبكم ان شاء الله. بحطها كده بشكل عشوائي اهو، وبس كده. وبحطها في التلاجة لحد ما الطبقة اللي فوق تجمد، وبعد كده بخرجها عشان اوريها لكم بشكلها النهائي. طلعت بالطريقة ديت جميلة جدا اهي. وكمان هقطع لكم خرطة عشان تشوفوها، طلع لكم حتى لازم تشوفوها من جوه عاملة ازاي. طبقاتها جميلة جدا، الكيكة شاربة من الصوص وطرية وجميلة اهو. عملناها ما خدتش حاجة خالص من نفس الكيكة اللي عملناها، الكيكة اللي الولاد هيفطروا منها او ياكلوها في اي وقت. عملنا منها الجاتوها الجميلة ديت اهوت بالطريقة دي. وادي الكيكة ما شاء الله. طبعا في كيكة تانية، الكيلو عمل صينيتين من المقاس ده، وعمل البريكس ده اهو. ما شاء الله، اعملوها وجربوها والف هنا والصحة على قلوبكم. ويا ريت تحطوا لي لايك لو عجبكم الفيديو. ما تنسونيش في لايك وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي. وفي رعاية الله.